ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في المحاضرة التانية او في لكتشر 2 من الفاندامنتال كورس او من الكورس التأسيسي بتاعنا. لو تفتكروا احنا في المحاضرة الأولانية اتكلمنا عن الكمبيوتر كومبوننتس او عن مكونات الحاسب الآلي واتكلمنا عنها بشكل كويس جدا. المحاضرة دي بقى هنتكلم في مدخل او في انترو عن الكمبيوتر ساينس او علوم الحاسب، وهنقسم المحاضرة دي او هقسم المحاضرة دي إلى جزئين. الجزء الأولاني هكلمكم فيه عن الأنظمة اللي موجودة عندنا، وهو الكمبيوتر ايه الحاجة اللي بيفهمها. وهنتكلم بعد كده في يعني ايه نظام عشري، يعني ايه نظام ثنائي، يعني ايه نظام ثماني، يعني ايه نظام سداسي عشر. هناخد أمثلة عملية حقيقية فعلا على النظام السداسي عشر، وهنتكلم عن النظام الثنائي وازاي نحول ما بين الثنائي إلى العشري وما بين العشري إلى الثنائي، وهنفهم ازاي النظام الهكساديسيمال أو السداسي عشر قدر إن هو يختصر لي النظام الثنائي بتاعي، ويختصر علينا عدد كبير جدا من الأرقام اللي هي أصفار ووحايد في رقم صغير جدا عشان نقدر نمثل بيه البيانات ونستعمله. فتابعوا معايا الفيديو. طيب يا شباب، دلوقتي بقى عايزكم تركزوا معايا جدا. عايزين نبدأ المحاضرة بحاجة مهمة جدا. سؤال مهم جدا: هل الكمبيوتر بتاعنا جهاز بيفهم أو جهاز ذكي؟ قال لك الإجابة تماما أو قطعا هي لأ. الكمبيوتر بتاعنا هو جهاز غبي. طب يعني إيه جهاز غبي؟ يعني الكمبيوتر ده مش بيقدر يفهم إلا مجموعة من الإشارات الكهربية، يعني إلكتريك سيجنالز. يعني آدي البي سي بتاعي أهو. كل اللي هو بيفهمه إن هو يفهم إن إشارة كهربية داخلاله، وساعتها بيترجمها ب1، او ان الاشاره الكهربيه مش داخلاله، فساعتها بيترجمها بايه؟ بيترجمها بزيرو. طيب، امال ايه الالعاب اللي انا بنزلها على الجهاز بتاعي ده؟ طب ايه السوفت ويرز اللي انا بنزلها عليه؟ طب ايه الفيسبوك ده؟ طب ايه الافلام دي؟ قال لك الافلام والالعاب وكل الكلام ده هو بيتم في الاخر ترجمته للكمبيوتر وللبروسيسور او للمعالج اللي هينفذه الى مجموعه من الايه؟ الاصفار والوحايد او الاشارات الكهربيه. طب ايه الاصفار والوحايد دي؟ قال لك دي بقى جزء من السيستم ريبريزنتيشن او انظمه تمثيل البيانات اللي احنا هنتكلم عنها في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. يبقى أنا كل اللي محتاج تفهمه من الجزء ده إن الكمبيوتر بتاعي هو جهاز غبي أو stupid device، يعني مش بيفهم. أمال إيه الحاجة الوحيدة اللي بيفهمها؟ مجموعة من الإشارات الكهربية. إشارة كهربية داخلاله فبتمثل بالواحد، أو إشارة كهربية مش داخلة فتمثل بالإيه؟ بالصفر. طب يعني إيه واحد وصفر؟ ويعني إيه أنظمة تمثيل أو system representation؟ كل الكلام ده إحنا هنفهمه بقى دلوقتي، فخليكم معايا. طيب يا شباب، دلوقتي إحنا عايزين نتكلم في نظام مهم جدا احنا كهيومنز او كبشر بنتعامل بيه، الا وهو النظام العشري. النظام العشري او الديسيمال سيستم. النظام العشري. طيب، انا عايز اقول ايه في النظام العشري ده؟ انا عايز اقول بمنتهى البساطه ان هو ده النظام اللي احنا كهيومن بنتعامل بيه. طيب، يبقى دي كده رقم واحد، قلنا ان ده النظام اللي احنا بنتعامل بيه كهيومن او كبشر. طيب، تاني حاجه انا عايز اعرف البيز. طب هو يعني ايه بيز؟ البيز يعني الاساس بتاعه بيبقى كام؟ قال لك الاساس بتاع النظام العشري بيبقى 10. ازاي يعني؟ هو بيتكون من كام ديجيت؟ قال لك ديجيت يعني خانه. طيب، هو النظام العشري ده فيه كام خانه؟ اقول لك بص، يلا بص معايا. احنا عندنا صفر، بعد كده عندنا واحد، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. حد يقول لي 10؟ لأ، أنا ابتديت إن أنا أكرر تاني، أقول له صفر وبعد كده واحد، فأنا سبت خانة الأحاد وابتديت إن أنا أخش في خانة العشرات. يعني تاني حاجة أنا عايز أعرفها إن هو بيتكون من 10 digits أو 10 خانات، يعني معنى كده إن الأساس بتاعه هو 10. طيب، تاني حاجة عايزك تعرف إن إحنا في النظام العشري، لو تفتكر في الرياضة أنت كنت بتاخد حاجة اسمها إحاد وبعد كده عشرات، بعد كده كنت بتاخد مئات، بعد كده كنت بتاخد ألوف وغيره وغيره وغيره. يعني معنى كده إن أنا لو قلت أنا عندي رقم 5، معنى كده إن ده موجود في خانة الأحاد؟ لو قلت انا عندي 15 يبقى ده كده عشرات. احاد وعشرات. الخمسه احاد والواحد عشرات، موجود في خانه العشرات. يعني معنى كده لو قلت 150 يبقى انا عندي كده احاد، والخمسه عشرات والواحد مئات. لان انا بقول 150، يعني الصفر في خانه الاحاد والخمسه في خانه العشرات والواحد في خانه الايه؟ في خانه المئات. طيب، حاجة تانية أنا عايز أقولها. هو أنا لو جيت أقول لك أنا عندي رقم جميل جدا كده أهو اسمه 245، أنت تيجي تقول لي على طول ده عبارة عن 200 وعبارة عن 40 وعبارة عن 5. الخمسة موجودة في خانة الآحاد، والأربعة موجودة في خانة العشرات، والاتنين موجودة في خانة المئات. أقول لك مظبوط فعلا. طب هو البيز بتاع النظام العشري إحنا قلنا كام؟ إحنا قلنا إن البيز أو
الأساس بتاع النظام العشري هو 10. طيب يعني معنى كده أنا أقدر أقول إن الخمسة دي بتمثل 5 مضروبة في 10 أس صفر، زائد أقدر أقول إن الأربعة دي بتمثل 4 مضروبة في 10 أس واحد. طيب هل معنى كده إن أنا أقدر أقول إن الاتنين دي بتمثل 2 مضروبة في 10 أس 2؟ قال لك إزاي يعني؟ هو 10 أس صفر يا جماعة بكام؟ بواحد، ونزل الخمسة زي ما هي، زائد 4 في 10 أس واحد هتطلع 4 في 10، زائد 2 في 10 أس 2 هتطلع ب100. يعني معنى كده إن أنا وصلت فعلا إن دي 200 وإن دي 40 وإن دي 5. طيب هو 240 و5 تطلع كام؟ تطلع 245. احنا عرفنا احنا بنشتغل ازاي، لان انا هشتغل النظام الباينري عشان تقدروا تفهموا النظام الثنائي بنفس المنطق ده. كل اللي انا عايزك تعرفه في الاخر ان النظام العشري الاساس بتاعه 10. فادي خانة الآحاد اهي كانت 10 أس صفر، ليه؟ لأن هي آحاد، ف 10 أس صفر بواحد. طب ادي خانة العشرات كانت 10 أس واحد، لأن 10 أس واحد ب10. طب ادي خانة المئات كانت 10 أس 2، لأن 10 أس 2 ب100. طيب خانة الألوف 10 أس 3، لأن 10 أس 3 ب1000، وغيره وغيره وغيره. فهمنا يا شباب؟ ده اللي أنا كنت حابب إن أنا أوصله لكم. يا شباب دلوقتي بقى احنا عايزين نتكلم في النظام التاني معانا اللي هو النظام الثنائي. انا بس قبل ما اتكلم معاك في النظام الثنائي انا عايز اقول لك واي يعني ايه، يعني لماذا، ليه احنا عملنا نظام ثنائي او باينري سيستم. احنا عملنا باينري سيستم لان انت لو جيت تفتكر معايا في المحاضره اللي فاتت بتاعه مكونات الحاسب، انا قلت لك ان الكمبيوتر بتاعنا او الجهاز بتاعنا بيتكون من مليارات الترانزستورات. وقلت لك انا عايزك تعتبر ان الترانزستور ده عباره عن سويتش او مفتاح. لحد دلوقتي المفتاح ده بيدخل او بيمنع خروج الكهرباء، تمام؟ يعني معنى كده ان انا يا اما في كهرباء داخله عندي الجهاز يا اما مفيش كهرباء داخله عندي الجهاز. فبالتالي انا بقيت محتاج النظام ده الاساس بتاعه 2، عشان ساعتها الواحد يمثل دخول الكهرباء يعني اون، والزيرو ساعتها يمثل منع الكهرباء او اوف. فانا ما كنتش اقدر ان انا اجي واقول ان انا هشغل الكمبيوتر او الجهاز بتاعي بنظام عشري الاساس بتاعه 10. انا اساسا الترانزستورات او المفاتيح اللي عندي جوه الجهاز ده هي يا اما بتدخل كهرباء يا اما بتمنع دخول الكهرباء. يعني انا بقيت في اشد الاحتياج الى نظام الاساس بتاعه يكون مكون من خانتين او تو ديجيتس. عشان كده احنا عملنا النظام الثنائي او اتكلمنا في الباينري سيستم. هل معنى كده ان اي لعبه موجوده عندك في الجهاز، اي لعبه موجوده عندك في الجهاز او اي موقع موجود عندك في الجهاز او اي فيلم موجود عندك في الجهاز هو في الاخر مجموعة او عبارة عن مجموعات من الاصفار والوحايد اللي هم بيمثلوا بالنظام الثنائي او الباينري سيستم؟ قال لك ايوه بالظبط. طيب ما تيجي نتكلم بقى شوية في الباينري سيستم. عايزين نتكلم في الباينري سيستم او في النظام الثنائي زي ما اتكلمنا في النظام العشري بالظبط. اول حاجه انا عايز اقولها لك في الباينري سيستم ان البيز او الاساس بتاعه المره دي بقى احنا قلنا اتفقنا عشان الترانزستورات والكهرباء البيز بتاعه هو ايه؟ هو 2. يعني الاساس بتاعه 2، يعني بيتكون من خانتين. طيب ايه الخانتين اللي بيتكون منهم؟ يا اما صفر يا اما ايه؟ يا اما واحد. بعد كده تاني حاجه انا جيت قلتها لك في النظام العشري ان لما بنيجي نشتغل بنقول ان الاحاد عندنا خانه الاحاد بتبقى 10 اس صفر فبتطلع واحد فعلا، والعشرات 10 اس واحد فبتطلع 10. طب والمئات 10 اس 2 فبتطلع 100 and so on and so on and so on. طيب انا بقى لو عايزك تتكلم معايا في الباينري سيستم، ساعتها احنا الاساس بتاعنا يا شباب كام؟ 2، تمام؟ ارفعها اس ايه؟ اس 0. بعد كده 2 اس 1، بعد كده 2 اس 2، وكمل وكمل معايا للاخر. طيب ساعتها 2 أس صفر هتطلع 1، 2 أس 1 هتطلع 2، 2 أس 2 هتطلع 4، هتطلع 8، 16، 32، 64 إلخ إلخ إلخ. يا شباب احنا كده اتعرفنا دلوقتي على النظام العشري وعلى النظام الثنائي، بس احنا عايزين نتعرف اكتر عن النظام الثنائي. عايزين كده لما نشوف النظام الثنائي يبقى حاجة سهلة جدا بالنسبة لنا، عادي كأننا شايفين أرقام عشرية، عادي كأننا شايف 300 مثلا 310. حتى لما أشوف مش عارف 0 1 0 1 1 0 1 عادي بالنسبة لي. طيب فاحنا عايزين نتعرف أكتر على النظام الثنائي. طيب هو أنا لما أجي مثلا أقول لك أنا عندي رقم 1 0 1 وده عبارة عن رقم ثنائي.
القوسين دول يا شباب ورقم 2 اللي تحت عشان أأكد أو أبين إن ده رقم ثنائي، لأن ممكن حد تاني أنا لو عملت كده 101 وحطيتهم بين قوسين وحطيت 10 ده كده أصبح نظام 10، ده 101 عادي اللي إحنا عارفينها، لكن طالما أنا حطيت القوسين ورقم 2 ده كده أصبح نظام إيه؟ نظام ثنائي، ده مش 101 يا شباب، ده بيتقري 101، بيتقري 101. تمام. أنا بقى لو جالي ال 101 بالنظام الثنائي ده، طيب أنا عايز أعرف ال 101 الكمبيوتر بيقدر يفهمها عادي، دي هي في الأساس عبارة عن رقم كام بالعشري اللي أنا كهيومن بفهمه. قال لك بكل بساطة احنا اتفقنا أول قاعدة عندنا إن الأساس بتاعنا هو إيه؟ هو 2. تمام. والأس بتاعنا دايما بيبدأ من الصفر وتفضل إيه؟ وتفضل مكمل قدام. طيب يعني معنى كده ان انا عشان اعرف دي كام بالنظام العشري انا هحط الاساس بتاعي اللي هو 2، وبعد كده اس 0، بعد كده 2 اس 1، بعد كده 2 اس 2. قال لك ايوه بالظبط. طيب وبعدين اضرب بقى زي ما كنا بنعمل في النظام العشري واجمع، هقول له 2 اس 0 اهو مضروبة في ايه؟ مضروبة في 1 زائد 2 اس 1 مضروبة في 0، 2 اس 1 مضروبة في ايه؟ في 0، زائد 2 اس 2 مضروبة في ايه؟ مضروبة في 1. يلا بينا يلا بينا نحل. 2 اس 0 يا شباب بواحد، واحد في واحد بواحد، زائد صفر في اي حاجة بصفر يا شباب، زائد 2 اس 2 باربعة، 4 في واحد باربعة، اجمع كده دول مع بعض تطلع 4 زائد واحد بخمسة. ايه ده؟ يعني ال 101 دي اللي هي بالنظام الثنائي هي بتمثل الخمسة بالنظام العشري؟ قال لك أيوه بالظبط. طيب هل في رقم تاني أنا ممكن أتدرب عليه؟ قال لك أه. ما تيجي نقول مثلا عندي 111 بالنظام الثنائي وأنا عايز أعرف هي بتساوي كام بالنظام الإيه؟ بالنظام العشري. يلا نفس القاعدة بتاعتنا أدي حطهم كده أهون 1 1 1. ها البيز بتاعنا أو الأساس بتاعنا كام؟ 2. الخانة الأولى أو الديجيت الأولى بتبقى أس صفر، بعد كده الديجيت التانية بتبقى أس واحد، الديجيت التالتة بتبقى أس اتنين. تمام يلا بينا. ها 2 أس صفر بواحد، واحد في واحد بواحد، زائد 2 أس واحد باتنين، 2 في واحد باتنين، زائد 2 أس 2 بأربعة، 4 في واحد بأربعة. تمام يا شباب. يبقى يلا واحد في واحد بواحد، زائد 2 في واحد باتنين، زائد 4 في واحد بأربعة. الله، معنى كده إن 4 زائد 2 زائد واحد تطلع بسبعة؟ قال لك أيوه بالظبط كده. يعني معنى كده إن 111 بالنظام الثنائي هي بتساوي السبعة بالنظام العشري؟ قال لك بالظبط كده. طيب هو انا ممكن اختصرها على نفسي بدل ما اقعد اضرب واجمع والكلام ده؟ قال لك اه بالظبط كده. هو انا لو جيت مثلا جبت واحد 1 0 0 1 بالشكل ده كده مثلا، اعمل يلا الديجيتس بتاعتك عادي، 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4. انت اول حاجه انا عايزك تفهمها ان احنا لا اي حاجه هتتضرب في صفر هتطلع بصفر، فانت دول ولا كانك ايه شايفهم. يبقى انت ايه اللي انت هتجمعه بالظبط؟ هتجمع الواحد مع الثمانية مع الايه؟ مع ال 16. ها 16 و8 24 وواحد تطلع كام؟ 25. يعني معنى كده ان 11001 بالنظام العشري هي ال 25. اه يبقى احنا عشان نلخص على نفسنا اي حاجه فيها صفر مالكش دعوه بيها. بعد كده شوف الوحيد اللي عندك واجمع على بعض. هو الواحد ده الخانه بتاعته بتمثل ايه؟ بتمثل واحد. طيب ال1 ده الخانه بتاعته بتمثل ايه؟ بتمثل ال8 او ال8. طيب الواحد ده الخانه بتاعته بتمثل ايه؟ بتمثل ال16 او الايه؟ ال16. اجمعهم يلا على بعض، 1 زائد 8 زائد 16 تطلع بكام؟ تطلع ب 25. طيب يا شباب دلوقتي احنا عاوزين نتكلم بقى في جزئية مهمة جدا جدا. طيب احنا في الجزء اللي فات قلنا لو انا كان عندي مثلا 11001 وابتدينا ان احنا نقول 2 اس 0 2 اس 1 ونضرب ونجمع عشان نطلع في الاخر ال 25. طب افرض انا جالي ال 25 دي بالنظام الايه العشري وقال لي هي بتساوي كام بالنظام الثنائي؟ احل الموضوع ده ازاي؟ او احل المسألة دي ازاي؟ او احل السؤال ده ازاي؟ قال لك بكل بساطة ابني الجدول بتاعك. احنا عارفين ان احنا عندنا 2 اس صفر لان الاتنين هي البيز او الاساس بتاعنا، ف2 اس صفر بواحد، و2 اس واحد باتنين، و2 اس اتنين باربعة، وبعد كده 8 ثم 16 32 64 128، وطول ما انت محتاج زود 256 512. طيب يبقى اول حاجة انا بنيت الجدول بتاعي. تاني حاجة اروح ابص على الرقم اللي عندي اللي هو 25 وابدأ ان انا افكر هي ال 25 دي عبارة عن ايه مجموع على ايه مجموع على ايه. لما افكر كده شوية هلاقي ان ال 25 هي ناتج جمع ال 16 مع التمانية مع الواحد. الحاجات اللي انت بتجمعها او الارقام اللي انت بتجمعها من الجدول عشان تطلع الناتج النهائي بتاعك اللي هو ال 25 بتحط تحتها وحايد. يعني ال 16 دي انا لما اجمعها على التمانية لما اجمعها على الواحد هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي 25. طيب والاثنين والاربعه اللي موجودين في النص دول حط مكانهم اصفار.
ليه احط مكانهم اصفار؟ لان احنا اتفقنا ان هم مش هيساعدوني في عمليه الجمع، فلما يتضربوا ويتجمعوا اي حاجه هتتضرب في صفر هتطلع صفر. طيب، يعني معنى كده ان ال 25 هي الرقم ده بالثنائي؟ قال لك اه. اللي هي 1 1 0 0 1 بالثنائي؟ قال لك ايوه. طب اتاكد ازاي؟ يلا ارجع تاني بنفس العمليه اللي احنا حليناها. احنا قلنا 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4. اضرب واجمع. ها، 2 اس 0 بواحد، واحد في واحد بواحد، زائد صفر في أي حاجة بصفر، زائد صفر في أي حاجة بصفر، زائد 2 أس 3 بتمانية، تمانية في واحد بتمانية، زائد 2 أس 4 بستاشر، ستاشر في واحد بستاشر. ها، دول كلهم هيروحوا، 16 وتمانية 24، واحد 25. رجعت لإيه؟ للي أنا كنت عايزه، يبقى أنا اتأكدت كده إن أنا حلي إيه؟ صح. طيب يا شباب، دلوقتي بقى عاوزين نتكلم في حتة مهمة جدا. تخيلوا يا شباب دلوقتي إن أنا جيت قلت أنا عندي رقم ثنائي بالشكل ده كده: 0 1 0 0 1، 0 1 1 0 1 0 1 1، 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1. معلش انا عارف ان الرقم طويل جدا. طيب، هل احنا كهيومنز هنقدر ان احنا نتعامل مع الارقام الثنائيه الضخمه جدا دي كتيره جدا قوي؟ فعشان كده من هنا طلع لنا انظمه تانية ابتدينا ان احنا نستعملهم عشان نسهل بس قراءه والتعامل مع الانظمه الثنائيه. زي ايه؟ زي حاجه اسمها النظام الثماني، وده مش مستخدم دلوقتي. وحاجه اسمها النظام السداسي عشر او الهكساديسيمال. السداسي عشر او الهكساديسيمال من اسمه يا شباب. احنا لما قلنا عندنا نظام عشري قلنا القاعده بتاعته او الاساس بتاعه او البيز بتاعه 10. لما اتكلمنا عن النظام الثنائي او الباينري سيستم قلنا ان البيز بتاعه 2 او 2. لما هنتكلم دلوقتي عن النظام الثماني هنقول ان البيز او القاعده بتاعته 8. طيب، او الاساس بتاعه 8. طيب، لما هنتكلم دلوقتي عن النظام السداسي عشر هنقول ان الاساس بتاعه ايه؟ 16. طيب، هو هل معنى كده ان سواء كان النظام الثماني او النظام السداسي عشر او الستاشر بيختصر الرقم الثنائي الضخم بتاعي ده عشان يبان ليا كنظام ثماني او سداسي عشر نظام صغير واقدر ان انا اتعامل معاه واستخدمه في حاجات كتيرة زي الماك ادرس او الميديا اكسس كنترول اللي احنا هنتعرف عليه في محاضرة الشبكات او مقدمة الشبكات، والاي بي فيرجن 6 او الانترنت بروتوكول فيرجن 6، واستخدمه حتى في الكالرنج او نظام التلوين بتاع الكاسكيد ستايل شيتس او السي اس اس. كل الكلام ده قال لك اه بالظبط. يبقى النظام الثماني او السداسي عشر بالذات احنا بنستعمله عشان نقدر ان احنا نصغر النظام الثنائي، عشان بدل ما هو باين ان هو رقم ضخم جدا انا مش قادر اتعامل معاه حتى كهيومن، يبان ان هو صغير. يعني السداسي عشر بيختصر النظام الايه؟ الثنائي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو مثلا جيت جبت لك 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1، هل احنا ممكن نختصرها بالنظام السداسي 10؟ قال لك اه. طب نختصرها ازاي؟ قال لك تعالى عند كل اربع خانات، واربع خانات او 4 ديجيتس في ال ال النظام بتاعنا بنسميهم ايه؟ بنسميهم نبل. بنسميهم نبل. طيب، يبقى ال 4 بيتس هنا اسمهم ايه؟ اسمهم نبل. طيب ال 8 بيتس اسمهم ايه؟ اسمهم بايت. اسمهم بايت. طيب يا شباب، احنا قلنا ان ان النبل انا عايزك تعتبرها ان هي 4 بت، وعايزك تعتبرها تعتبر ان البايت هي عباره عن 8 ايه؟ عباره عن 8 بت. يبقى احنا هناخد كل نبل اللي هم ايه؟ اربع خانات في الرقم الثنائي اللي جاي لي ده وهنفصل ايه؟ ما بينهم. بعد كده نشوف نبل تانية، ادي 1 2 3 4 ونفصل ما بينهم. بعد كده نشوف الاربعه الاخرانيين ونفصل ايه؟ ونفصل ما بينهم. طيب، بعد كده تيجي بقى عند كل خانه ونطبق عليها القواعد بتاعتنا اللي احنا لسه حالينها. يلا، 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3. ها، هنا برضو 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3. ها، هنا برضو 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس ايه؟ 2 اس 3. يلا يا شباب. ها، 2 اس 0 بواحد، زائد 0، زائد 2 اس 2 ب4، زائد 2 اس 3 بايه؟ ب8. اعمل الفاصله بتاعتك عادي جدا. ها، 2 اس 0 في 0 ب0، زائد 2 اس 1 ب2، 2 اس 2 ب4، ودي طبعا تطلع بايه؟ تطلع بزيرو. ها، اعمل الفاصله بتاعتك. دي هتطلع بواحد، زائد 0، زائد 0، زائد ايه؟ زائد 8. طيب، جمع يلا الارقام اللي عندك دي. 8 زائد 1 تطلع بكام؟ تطلع ب9. طيب، الصفر ده يروح والصفر ده يروح، 4 و2 تطلع بكام؟ تطلع ب6. طيب، 8 و4 واحد تطلع بكام؟ تطلع ب 13. اقوم مجمعهم على بعض بالشكل ده كده: 9 و6 و13، 9 و6 و13. بس الاقي ان انا عندي حاجه ايه؟ ان انا عندي حاجه غلط. مفيش حاجه بالنظام السداسي 10 اسمها 13. ازاي يعني؟ هو احنا مش قلنا ان النظام العشري عندنا هو من صفر لحد الايه؟ التسعة؟ اه. والنظام الثنائي هو الصفر والواحد بس؟ اه.
قال لك النظام السداسي 10 بقى او الهكساديسيمال سيستم بيتكون من ايه بقى؟ قال لك عادي جدا، صفر بعد كده واحد اتنين لحد التسعة. اول لما هتيجي عند العشرة بقى ستوب، قال لك العشرة دي احنا هنمثلها بحرف الاي كابيتال، وال11 بحرف البي، وال12 بحرف السي، وال13 بحرف الدي، وال14 بحرف الاي، وال15 بحرف الايه، بحرف الاف. تمام يا شباب؟ يعني ال 13 دلوقتي عبارة عن ايه؟ احنا قلنا الاي 10 والبي 11 والسي 12، يبقى ال 13 عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي. فانا اجي هنا واقوم شايل ال 13 واحط ايه؟ دي مكانها. فالرقم النهائي بتاعي اللي هو كان الرقم ده بالنظام الثنائي، يبقى بالهكساديسيمال في الاخر تم اختصاره الى ايه؟ الى 9 6 دي بالنظام الايه؟ السداسي 10. شفتوا بقى يا شباب؟ الرقم الكبير جدا ده بالثنائي اللي كان هيتعبني في الكتابة، ممكن انسى صفر او واحد بالغلط، اتمثل في الاخر بالايه؟ بالمنظر ده. طيب يا شباب، دلوقتي احنا عاوزين بس نوضح مثال عملي للهكساديسمال سيستم او النظام السداسي 10 احنا بنستعمله في ايه. انا وانا بتكلم معاكم في الدقيقه اللي فاتت قلت لكم ان احنا بنستعمله في حاجات كتيره زي الماك ادرس وزي الاي بي فيرجن 6، ودول هنتكلم عنهم في مقدمه في الشبكات او في ليكتشر مقدمه في الشبكات. وقلت لكم برضو ان احنا ممكن نستعمل او ان احنا بنستعمله في الكاسكيد ستايل شيتس او في السي اس اس، في ان احنا نلون الويب بيجز او الويب ابلكيشنز اللي احنا بنعملها. طيب انا بس عشان اللي انا هكتبه عايزك توضح لي او عايزك توضح لحد دلوقتي او تفرق بين ثلاث حاجات. في عندنا حاجه اسمها فاونديشن او اساس لاي ويب ابلكيشن احنا بنعمله، حاجه اسمها HTML او Hypertext Markup Language. كل اللي عايزك تعرفه عنها ان دي الاستراكشر او الهيكل بتاع الويب ابلكيشن بتاعي. يعني ايه الهيكل؟ يعني انا عايز احط صوره، يعني انا عايز مثلا احط زرار بutton، انا عايز اكتب H1 او ان انا اكتب عنوان كذا، عايز اعمل باراجراف، كل الكلام ده. طيب عايزك تعرف عن السي اس اس او الكاسكيد ستايل شيتس، ان هي اللي بتلون الويب ابلكيشنز بتاعي، الويب ابلكيشن بتاعي، وبتلونه وبتظبط الفونت بتاعه وبتعمل له سنتر او بتجيب الكلام ناحيه النص تجيبه ناحيه الشمال. يعني من الاخر كده هي اللي بتظبط الايه؟ شكل الويب سايت او الويب ابلكيشن بتاعي. طيب اما الجافا سكريبت انا عايزك تعرف عنها بس لحد دلوقتي ان هي لغه برمجه. طبعا الاثنين اللي قبلها اللي انا كنت بتكلم عنهم دلوقتي ليسوا لغات برمجه، لكن الجافا سكريبت هي لغه برمجه، هي اللي بتعمل لي دايناميك او بتخلي لي الويب ابلكيشن بتاعي دايناميك، يبقى قادر ان هو يبقى ريسبونسيف، يعني يرد على اليوزر ويتفاعل مع اليوزر. زي مثلا ان انت لما تدوس على زرار زرار معين او زرار تسجيل دخول يحصل انتر اكشن معاك ويعمل تسجيل دخول او ما يعملش تسجيل دخول. طبعا مش دول الثلاث حاجات طبعا اللي احنا بنبني بيهم الويب ابلكيشن، دول نقطة في بحر من حاجات كتيرة جدا بنبني بيهم الويب ابلكيشن بتاعنا. في جزء كامل، جزء الباك اند، في داتابيز، في اي بي ايز، حاجات كتيرة جدا. طيب انا عايز اوصل لك ايه لحد دلوقتي؟ عايز اوصل لك ان انا لو جيت هنا عشان اعمل ويب ابلكيشن وقررت ان انا مثلا هكتب ايه؟ هكتب عنوان بسيط. طب العنوان البسيط انا ممكن اكتبه ازاي؟ قال لك بنكتبه بحاجه اسمها التاجز او الوسوم في ال HTML. طب انهي تاج؟ تاج مثلا او وسم زي الايه؟ زي ال H1. طب هكتب ايه جوه ال H1 ده؟ هكتب فيه welcome at my site بالشكل ده كده. طيب بعد ما كتبته قال لك انا عايز اوضح بقى الهكساديسيمال احنا هنستعمله ازاي. مش هنستعمل الايه؟ الباينري. فقال لك كل اللي انت هتعمله ان احنا ممكن نيجي هنا نكتب حاجه اسمها ستايل، برضو مش مطلوب منك تعرف الكلام ده كله دلوقتي. هنيجي هنا اهو نكتب ستايل بالشكل ده كده، وجوه الستايل هنبدا نكتب ال H1 بتاعتنا، وجوه ال H1 هنكتب color بالشكل ده كده. وهنقول طبعا ان الكالر بتاعنا اهو، ان الكالر بتاعنا انا عايزه يبقى ايه؟ عايزه يبقى ريد. طيب وبعدين طيب قال لك بص كده معايا، شايفين الكالرنج سيستم او نظام التلوين دلوقتي بقى بيمثل بايه؟ بقى بيمثل بهكساديسيمال.